السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا مبسوطين وفي اسعد حال دايما. ربنا يفك كربنا وكربكم وكرب المسلمين في كل مكان، ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم امين يا رب العالمين. معاكم اختكم جنة رضوان، مطبخ اكل بيت وحلويات. جاي اعمل معاكي النهارده ان شاء الله حواوشي لذيذ جدا مغذي جدا، ينفع لاولادنا في قلب المدارس او للحضانة كمان، يعني يغذي اطفالنا ان شاء الله، ووجبة غدا او عشاء. طيب على بركة الله، هو حواوشي البيت بإذن الله بالخضار، جميل جدا مغذي جدا. مقاديرنا ليه بسيطة: 2 بيضة، شوية زيتون، معلقة كده كبيرة بشر جبنة رومي، معلقتين فلفل رومي على حامي، بس لو في أطفال ما تحطش طبعا حامي، ملح وفلفل أسود نص معلقة ونص معلقة صغيرة، معلقتين من الجبنة اللي هي بطعم الجبنة الرومي كلنا عارفينها اللي هي الفيتا، معايا طماطم مكعبات زي كده، ومعنا عيش بلدي أو شامي اللي موجود. طب هنبدا على بركه الله. ادي معايا هنا اهوت بوله، هبدا اكسر البيض اللي عندنا في قلب. بسم الله. كسرنا بيضه، ادي التانية. بسم الله. طبعا احنا دلوقتي الجو يعني اتعدل، مفيش حاجه بايظه، خلي بالك، لكن لو في صيف اكسري كل واحده لوحدها في حاجه عشان ما تبوظيش يا بنتي ايه حاجتك. طيب حطينا البيضه على بركه الله. ادي الجبنه كويس، فلفل وملح، نص معلقه صغيره نص معلقه صغيره، كتريش ملح عشان انت حاطه جبن عشان ما يحرقش الاكل منك. احط الفلفل، طماطم، الحاجه اللي مش عاجباكي شيليها، كل واحد يا بنت حر في اكله، يعني الاكل ذوق وكل واحد حر. بسم الله. شويه زيتون كده، طيب كويس. نحط بقى الجبنه اللي فاضله معانا ديت، اللي هي طعم الجبنه الرومي جميله جدا دي، جميله قوي يعني هتعجبكم ان شاء الله. نقلب كده حبايبي. بسم الله. على فكره يعني عملتها للفطار برضو، حلوه ليكي مثلا لو فطرتي بيه، مغذيه وشهيه وجميله وبسيطه وسريعه اهم شيء، ومش غاليه يعني ان شاء الله. كله كده اندمج مع بعضه بفضل الله. افتح بقى العيش بتاعي، ابدا احشي على بركه الله. وده هنعمله ان شاء الله في الطاسه على البوتاجاز، عايز تعمليها في الفرن براحتك، لكن الاسهل لك والاسرع على الطاسه. هنبدا كده نسمي الله. الرغيف بتاعي ده بلدي اهو، فتحته. بسم الله كده يا حبايبي. هفرد بقى كده، فردتهم كويس في قلب الرغيف بتاعي. هنحطه نقعد دلوقتي كده عشان هدهنه بقى ايه زيت طبعا عشان نعمله على الطاسه ان شاء الله. طيب ادي الرغيف كمان دي كده بقى كده حبايبي اهو. حطيتها في الحشوه في العيش، بنفرد كويس كده، نجيب في كل حته كده عشان كله يبقى فيه. طبعا ندخلها من على الحرف عشان ما يخرجش، بس كده، ولا اسرع ولا اشهى ان شاء الله. الف هنا وشفا مقدمه على بدن. كده بقى ايه هدهنهم بقى زيت واروح احطهم في الطاسه. اما اروح عشان احطهم في الطاسه ان شاء الله هرجع لك اوريك. 45 حبايبي. جينا هنا عند البوتاجاز، ربنا يكفينا شر النار وعذابها في الدنيا في الاخره يا رب. طبعا انا دهن الطاسه بتاعتي كده بمعلقه يعني بسيطه جدا من الزيت، سيبته يسخن كده. طيب هحط بقى ان شاء الله ايه. ادي اول رغيف اهو. بسم الله. انا دهنه وش الرغيف زي ما احنا شايفين برضو زيت، عايزه تزيدي سمنه براحتك. بس هسيبه بقى لما يستوي ان شاء الله، وارجع لك ان كان لنا اجل ونصيب. طبعا احنا هنقلبه على الوشين عشان تبقى عارفه يحمر على الوشين ان شاء الله. اما يستوي ان شاء الله ما بياخدش 5 دقايق، هرجع لك ان كان لنا اجل ونصيب عشان نقدمه مع بعضنا. 45. ادي حواوشي البيض اللذيذ جميل جدا. ورجعنا لكم اخواتي وبناتي. ادي سندوتش الحواوشي او رغيف الحواوشي بالبيض والخضار. يا رب يكون مقاديرنا بسيطه وتكون نالت اعجابكم، واكون قدرت افيدكم ان شاء الله باي حاجه بسيطه كده هينفعكم للفطار للغدا للعشاء للولاد في المدارس. مغذي جدا وموفر على فكره، ان يعني شويه خضار عليهم بيضتين هيعملوا لك كذا رغيف ان شاء الله.
ودعمونا بقى، جزاكم الله عنا كل خير، عشان القناه بسطه بتاعتي تكبر وتنتشر، اقدر اجيلكم بكل مفيد ولذيذ وشهي. انا اتبسطت معاكم، اختكم جنة رضوان، يا رب تكونوا اتبسطتوا معايا، وان شاء الله ان كان لنا اجل ونصيب نتقابل مع بعضنا في فيديو تاني جديد ولذيذ، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.